صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. أهلا بكم معايا وحلقة جديدة من حلقاتنا على قناة سوبر مروة وزهرة. بحبكم في الله حبايب زهرة، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حط لايك للفيديو وشير لو سمحتم، والناس اللي لسه بتشوفنا لأول مرة اشتركوا وفعلوا الجرس من الزرار الأسود اللي تحت الفيديو. بحبكم في الله. والنهاردة الفيديو ملوش دعوة بالغذاء بتاع المعدة ولا الروتين ولا أي حاجة، لا، في غذاء يخص النفس ويخص الروح الإنسانية ويخص البشرية ويخص العقل. الغذاء النهاردة هيكون عن طريق ان احنا نفتكر كده الحاجات اللي هي المفروض اللي ربنا خلقنا عليها والفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، من الموقف البسيط اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا القطه اللي شفتوه في اول الفيديو دي، انا كنت بسقيها ميه كده في مكان وباكلها. ما شاء الله عليها، بعد ما انبسطت قوي راحت باست القطه التانية. فده كانت لقطة كده. عايزه اقول لكم ان انا بخاف من القطط جدا، مش يعني ما بحبهاش تمشي جنبي كده والمسها وكلام من ده، لكن ممكن اتعامل معاها من بعيد لان هي كائن كيوت فعلا يعني. ولكن انا عندي عقده منهم بسبب ان انا كنت صغيره بجيب سمك لماما من تحت البيت، وانا طالعه كان النور قاطع على السلم والقطط هجمت على الشنطه بتاعه السمك. كنت صغيرة عندي 6 سنين تقريبا، من ساعتها أغمى عليا، فوقوني بقى فوق وأنا مش معايا السمك. من ساعتها وانا عندي يعني فوبيا من القطط، ولكن هو كائن بسيط ولطيف، وفعلا قد ايه هو كيوت يعني. المهم بقى انا جايه اتكلم في ايه. القطه دي، في قطه كبيره جوه هنا طبعا في الباسكت ده. جبت لها الباسكت ده لان انا لقيتها ولدت ما شاء الله، ومعاها 3 قطط، ولكن سبحان الله ال3 قطط طلعوا يعني عندهم عمى بصري، مش بيشوفوا ال3 مش بيشوفوا. فسبحان الله يعني كانت متعذبة بيهم قوي، لدرجة ان القطط يعني عشان يتوجهوا ناحية الاكل او المية هي اللي كانت بتشدهم وتقعد تزق فيهم. من ساعة ما اتولدوا على كده. طبعا انا معرفش في الامراض بتاعت القطط قوي، ولكن عينيهم هما ال3 مقفولة. العيون انا في الاول اعتقدت ان هي معمصة او فيها ميكروب معين، ولكن اكتشفت ان في عيون اصلا يعني مش مخلقة، ما اتخلقتش، العين نفسها مقفولة بجلد. فعرفت ان هما اصابة بالعمى. هما ال3 سبحان الله يعني. فطبعا صعبت عليا جدا، متبهدله كانت بيهم قوي. طبعا احنا كأمهات لما بنبقى معانا اطفال عندهم اي اعاقه بيبقوا محتاجين مجهود وبيبقوا غير الاطفال العاديين. فنفس الحكايه بصراحه في القطط، يعني هي انا شفتها هي بتحاول ان هي تزقهم على الاكل، وكمان لو حد فيهم عايزين يلعبوا فبيهوشوا كده، مش عارفين يمشوا يلعبوا زي بقية القطط يطلعوا على الحاجة دي، بيهوشوا في اي حاجة. يمكن انتم ملاحظين ان هم تصرفاتهم باينة قوي ان هم مفيش بصر. ف صعبت عليا جدا، جبت لها الباسكت ده، وهو كان ثبت فاكهة كده ولكن خشب، وحاولت ان انا البسه كيس مشمع عشان يعني المطره وكده. فبصراحة عجبها جدا البيت اللي انا عملته لها، وحطيته لها على جنبه من ساعتها وهي قاعدة فيه. طبعا بقى الناس اللي معدية رايحة جاية، طبعا دي عند محطة قطر، الناس اللي رايحة جاية بتحط لها بقى، اللي يحط لها علبة زبادي، اللي بيديها لانشون، اللي بيجيب لها يعني قطع فراخ او عظم فراخ. يعني المهم ان هي سبحان الله يعني كل الناس تعاطفت معاها. كل ما يعني بنزل الشارع لو انا معديه من نفس المكان لازم اخد لها معايا حاجه. ان شاء الله يعني عيش فينو يعني، بس يبقى عيش فينو سخن كده بجيبه لها من الفرن، بقطعه لها حتت صغيره. اللي انا عايزه اقوله بقى في الكلام ده كله او الفيديو ده كله عشان ايه؟ عشان اولا لازم كلنا نقول الحمد لله، الحمد لله ان احنا عندنا صحة وعندنا عقل وعندنا اطفال معافين. مش معنى ان في قطة يعني عندها اعاقة يبقى احنا كده يعني، فاللي هو ايه علاقة ده بده؟ لا بالعكس، ما هي ده رزق، ما هي القطط دي اولادها كانوا رزق ليها، ولكن كان رزق فيه اعاقة. ف... فاحنا كمان لما بيجي لنا طفل سليم معافى لازم نقول الحمد لله، ولما عيالنا يكونوا في حضننا لازم نقول الحمد لله. اللي انا بستغربه جدا يا جماعة، ازاي الناس بترمي عيالها؟ يعني يمكن انا سبب الفيديو ده او سبب ان انا اصور الجزئية دي كلها، ان ازاي بيهون على بشر يرمي لحمه ودمه. وانا اقصد هنا بالامهات والابهات اللي بيرموا عيالهم ويروحوا بقى يتجوزوا، يروحوا يسافروا، يروحوا يتسنكحوا. يعني كل واحد بقى يعني على حسب ما بيعمل. ولكن الغرض من الفيديو زي ما بقول لكم كده،
ان انا عايزه اقول سبحان الله، الحنيه لا بتنباع ولا بتنشرى. فعلا يعني العقل زي ما هو العقل زينه، كمان الضمير والاحساس والانسانيه دي زينه ونعمه كبيره جدا، مش اي حد يحس بيها. نعمه ان انا افضل انسان، ما بقاش يعني اقل من الحيوان. طب احنا لما بنيجي نغلط في حد ونقول له انت استحاله تكون انسان، انت رامي عيالك، انت مش عارف هما ساكنين فين، انت مش بتبعت اكلهم، مش بتبعت مصاريفهم. طبعا ده الكلام ده للابهات اللي بترمي عيالها، يعني يقول لك اصل انا اتجوزت، اصل انا طلقت امهم فخلاص حكم عليهم بالاعدام، حكم عليهم ان هم ما ياكلوش ما يشربوش ما يتعلموش ما يلبسوش، لمجرد ان هو طلق امهم. هو شايف كده ان هو راجل وعلى حق، والناس كلها بتعمل كده فاعمل زيهم. عايزه اقول لك ان الناس كلها بتعمل كده، او الرجاله كلها اللي بتطلق تعمل كده، فانت بتعمل زيهم. فلما تيجي تتحاسب اتحاسب زيهم برضو. آم، ونفس الحكايه او نفس الكلام للستات اللي بتروح تتجوز ترمي عيالها. انا مش قادره اوصفكم، سواء انتوا او يعني الرجاله او الستات اللي بترمي عيالها، مش قادره اوصفكم بان انتوا حيوانات. يعني احنا لما بنيجي نشتمهم نقول لهم ده انتوا حيوانات، لا والله الحيوانات اهي. شايفين معايا الحيوان بيعمل ايه؟ الحيوان قاعد لامم عياله اللي عندهم إعاقة ذهنية، الحيوان قاعد لامم عياله اللي عندهم عمى، وبيواظب دوره وبيأدي دوره والفطرة اللي ربنا فطره عليها. الحيوان ما بيعملش ايه اللي البشر دلوقتي بقوا بيعملوه. الحيوان بقى عنده عمق وعنده فطرة وعنده إيمان بربنا، إن هو هيجي يوم وهيتحاسب، في لقاء وفي حساب وفي يوم حساب مع ربنا. فبيراعي النقطة دي، فبيعمل اللي عليه، حتى لو كان قطة، حتى لو كان نملة، حتى لو كان صرصار. فالأبهات اللي بترمي عيالها، والأهالي اللي بترمي عيالها، وتلاقي العيلة دي مش فارق معاها ابنها طلق فرمى عياله لعياله، والعيلة دي تقولك أنا مالي، ما هو ما هي بنتنا راحت اتجوزت ورمت عيالها العيال لابوهم. والموضوع بقى رمي الضنا ده حاجة عادي يعني، بقى اللي هو عادي. لا مش عادي، انتوا ما ينفعش تتوصفوا ان انتوا حتى كلاب، ما ينفعش تتوصفوا ان انتوا صراصير. لان لو احنا اتكلمنا على ان الحشرات والطيور والقطط بتعمل كده مع عيالها زي ما انتوا شايفين كده، بتراعي عيالها، بتتلم معاهم في اي حاجة، بتتحمل عيالها، رغم انه ممكن يكون التحمل معاهم معاناة. طبعا هي لا تعرف لهم اب ولا حاجة، دي قطة جابتهم قاعدة جنبهم بتمارس الامومة اللي ربنا فطرها عليها. يا بختك يا بختك، هتروحي لربنا وهتتحاسبي وانتي بفطرتك وبطبيعتك. عايزة اقول ان في بشر دلوقتي ما بقوش بشر ولا بقوا حيوانات، الله اعلم دول ايه. انا حاسة ان هما شياطين بجد. اعتقد ان كل اب بيرمي عياله، كل ست بترمي عيالها، شيطان، شيطان في هيئة إنسان. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا جماعة، ويكمل لنا رسالتنا مع أولادنا على خير. وبشكركم جدا على استماعكم للفيديو، وحطوا لنا لايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام عليكم.